السلام عليكم خياتي خواتاتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. ان شاء الله نسمع لكم غير الخبر المليح ان شاء الله. كما راكم تشوفوا الفيديو تاع اليوم تاعنا، راح نحضروا مع بعض خبز فطير ولا رخصيص ولا كل واحد كيف يعيط له. يعني هذا راجع لاختلاف الولايات، يعني كل واحد كيف يعيط له بالولايه تاعكم تاعو. خلوا لي في التعليقات تحت في التعليقات من اي ولايه راكي تابعي فيا، وكيفاه تعيطوا له، يعني الاسم تاعو كيف تعيطوا له في الولايه تاعكم. كما راكم تشوفوا لهنايا نبداو الوصفه مع بعض. انا عندي 4 كيلات تاع فرينه. الرخصيص تاعنا ولا الفطير تاعنا راح نديرو غير بالفرينه فقط. كما راكم تشوفوا لهنايا 4 كيلات فرينه. راح يجي مطمن، يجي بزاف شباب وسهل، يعني تم توجديه للقهوة تاع العشية ولا القهوة تاع الصباح. كما راكم تشوفوا لهنايا 4 كيلات تاع الفرينة. راح نضيف لها مغرف كبيرة تاع الملح. انا لهنايا درت مغرف يعني ماشي مملوءة تاع الملح، ومن بعد زدت شوية تاع الملح. من الاحسن نديروا مغرف كبيرة تاع الملح. والملح الكمية تاع الملح تعود للكمية تاع الفرينة. يعني قد ما تكتري الفرينة ولا تكبري الكيلة تاع الفرينة، راح تزيدي الكمية تاع الخميرة والكمية تاع الملح تاعكم. عندي مغرف كبيرة تاع الملح، زائد نص مغرفة تاع خميرة تاع الخبز، زائد مغرف كبيرة تاع السكر. نخلطوا كامل هذوك المكونات الجافة مع بعض، ونضيفوا لهم كيلة ناقصة صباع تاع الزيت. كيما راكم تشوفوا الكيلة ناقصة صباع تاع الزيت. راح نخلط كامل هذاك الزيت مع الفرينه، ونبسو مليح مليح هذيك الفرينه تاعنا حتى يدخل لها كامل هذاك الزيت مليح مليح، باه نخلطو، يعني باه نلمو العجينه تاعنا. شوفوا كيف راني مبسس فيها، يعني حكوها مليح هذيك الفرينه مع الزيت تاعكم باه تجيكم، يعني تجيكم مبسه. شوفوا كيف جاتني العجينه تاعي، يعني تشد روحها. ونبداو نضيفوا لها الماء، نشمخوها غير بالعقل حتى نلموا العجينه تاعنا. نخلطوا العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا هكايا، ندخلوا كامل هذاك الماء في الفرينه تاعنا. وهذا الخبز الفطير هذا من الأحسن تخلّوه شوية يابس، ما ديريوش بزاف خاطر حيبوّظ لكم في الطاجين، يعني يدير لكم هادوك الفقاعات وينحرك لكم التمتم. كيما راكم تشوفوا لهنايا نلم العجينة تاعي. أنا راح نطيب الفطير تاعي، خبز الفطير تاعي ولا خبز المبسس تاعي ولا خبز الرخسيس تاعي، راح نطيبه في الطاجين تاع الحديد ولا المري تاع المحاجب اللي نطيبوا فيه المحاجب والمسمن. كيما راكم تشوفوا لهنايا لميت كامل العجينه تاعي. لموا العجينه تاعنا، وهو يعني اسهل معجنه، يعني تمتم يوجد، تمتم تخدميه وتمتم طيبيه وتحطيه يعني مع قهوه تاع المساء ولا قهوه تاع الصباح، ولا تقدري ترونيه كيما نقولوا في الليل هكايا، ترونيه وتخليه تديريه في ساشي ولا في باسينه هكا وتغطيه وتخليه للصباح. يعني تنوضي تسخني الطاجين تاعك برك وتحضريه. شوفوا شحال دالي الماء، يعني دالي كيلة تاع الماء مع يعني كمية قليلة من الكيلة التانية. هذه هي العجينة تاعي، راح نخليها يعني ترتاح شوية فقط، يعني حوالي 5 دقائق فقط، قسمة تشد روحها برك ونبيزوها. كما راكم تشوفوا راح نديروها خبيزات صغار. نلموهم كما راكم تشوفوا لهنايا، نخبزوهم كامل نقرصوهم.
يعني جاوني 3 خبزات، هذيك الكمية اللي درتها تاع الفرينة جاتني 3 خبزات، ويجوا يعني خبزات ما شاء الله، خبزات كبار يعني ماشي خبزة صغيرة. باه نطيب على جهة، ما نقعدش ندير غير بالصغير، غير بالخبزة صغيرة، يعني باه في عوض ما ندير 4 خبزات درت 3 خبزات على جهة، لأنه المري تاعي كبير، الحجم تاعو كبير، ماشي صغير. نقرصوا كامل الخبيزات تاعنا كيما راكم تشوفوا فيهم، نلموهم ونخلوهم تانيك يرتاحوا شوية فقط، يعني حوالي 5 دقائق تانيك، ونبداو نعجنوهم ونحلوهم مليح باه يساعدونا في الحلال، باه يتحللنا تمتم. أنايا ما نحلش الخبزة ونخلي خبزة تانية يعني تستنى، لا، يعني نحلهم تمتم ونرمي في الطاجين تاعي. الخبزة اللي نحلها نرمي في الطاجين، معناتها حتى طيب لي الخبزة الأولى باه نحل الخبزة التانية، هاكا مش راح تريح لكم العجينة، ومش راح تبوط لكم في الطاجين تاعكم. كاين بزاف بنات تقول لك كي نحطوا الخبزة تاعنا في الطاجين راح تبوّظ لنا ودير لنا هادوك الفقاعات وينحرقوا لنا ولا يلصقوا لنا في الطاجين تاعنا. كاين سببين لهاد المشكل هذا. السبب الأول هو أنك تخلّي العجينة تاعك يعني مطلوقة بزاف، تطلقيها بزاف، يعني تكتري لها الكمية تاع الما في العجين، وترقيها، كي تحليها ترقيها بزاف. والسبب الثاني هي ال العجينة تاعكم كي تحلوها، يعني من مور ما تبيزو الخبيزات تاعكم وتسخنوا الطاجين تاعكم، الخبزة اللي تحلوها ارموها في الطاجين تاعكم. ما تحلوش العجينة تخلوها مفتوحة، يعني ترتاح وهي مفتوحة، ومن بعد ترموها في الطاجين تاعكم هكاك، راح تزيد تريح يعني بزاف، وراح ترخي روحها. من الأحسن كيما راكم تشوفوا لهنايا، غير تحليها غير تحليها ارميها في الطاجين حتى تنحي الخبزة الأولى باه تحلي الخبزة الثانية، ولا كي تكون خلاص يعني خصها تحميرة قليلة، حلي الخبزة تاعك الثانية باه غير تنحي الخبزة الأولى، طيبي الخبزة الثانية. شوفوا كيفاه جاني بزاف شباب ديجا. الخبزة الأولى ديجا قضاو عليها، يعني نص كبير كلاوه هكاك سخون. شوفوا يعني جا بزاف شباب، جا مطمن مبسس، والله ما شاء الله. اعتمدوا هذه الوصفة، راح تخرج لكم يعني ناجحة 100%. شوفوا الشكل تاعو، جاتني الخبزة ما شاء الله، الخبزة الله يبارك، كبيرة. شوفوا جاي غير يعني شهيدكم في الجنة. نتمنى تطبقوها هاد الوصفة، سورتو المبتدئات راح تنجح لكم 100%، وراح تعجبكم الوصفة أكيد. نقولكم يعطيكم الصحة وفرجة ممتعة، وما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو، دعموني باه تطلع القناة تاعي، ما تبخلوش عليا بهذاك الجام، وخلوا لي تعليقات تاعكم تحت لا فيديو. نقولكم فرجة ممتعة ويعطيكم الصحة.